اليوم نحضر معاكم البكبوكه على الطريقه نتاعي. ما تنساوش تخليو لي في التعاليق ارائكم والطريقه تاعكم نتوما كيفاش تحضروها، هكذا نتعرفوا على اطباقنا من شرقها لغربها. هذه الطريقه تاعي. اول حاجه نجيب الدواره نتاعي اللي راح نغسلها بيان ونكرطها. احنا لو كان ما تكونش بيضه تلعلع ما تسماش بكبوكه، داكو. كل واحد والطريقه تاعو، جو بريسيز، كل واحد والطريقه تاعو. هنا الريام بعد ما نسفتها وعمرتها وتاكدت باللي مليحه ما فيها حتى حاجه، سلقتها وقطعتها. هذه الدواره ما رجعت بيضه تلج ودرتها شويه تاع سيترون. هنا الصوالح كامل اللي نحتاجهم للبكبوكه نتاعي. عندي قطايه تاع اللحم، عندي المعدنوس، عندي البصل، عندي شويه تاع الحميصه، عندي الريام مقطعه، طوماطيش، عندي شويه تاع فلفل احمر، وعندي شويه من تاع الدواره اللي بقات لي قطعتها رقيق. خلطت كل شيء مع بعضه. وهنا من بعد ما فصلتها وخيطتها شكيرات، يعني هكذا انا نقولها سكيرات صراحه، كل واحد كيفاش يقولها هي بكبوكه. والروز كما راكم تشوفوا هنا وريت لكم بلي بخي باش تشوفوا واش نحضر فيها كامل. خلط كامل هذوك المكونات مع بعضهم، سون اوبلي بلي كاين اللي يعمل القزبر، كاين اللي يعمل الكرافس، كل واحد اش بيعمل، يعني الاكل اذواق وكل منطقه وباش متميزه بعاداتها وتقاليدها. خلط كامل هذيك الخلطه مع بعضها. ودوك الشكيات انا اللي وجدتهم على فكره انا نديرهم شويه كبار باسكو ما نطيبش بليزيغ او ميم طون، ندير وحده برك هذا مكان نطيبها تكفيني. قعدت نعمرهم هكذا كما راكم تشوفوا، ما نعمروهاش بزاف باش طيب لنا بيان، ونعطيو البلاص لهذاك الروز باش يطيب وينتفخ ما يجيناش يعني معجن. درتهم شكيرات كما كنتوا تشوفوا، بكبوكات جاو يغويو ما شاء الله عليهم، وبيضين. بيان سور انا توجور نستعمل الليم يعني باش يقعدوا لي هكذاك بيضين. هنا في لاكوكوط قعدت لي شويه تاع خلطه درتها، هذا اختياري انا برك حبيت نعمل كي من هكذا. سينو حنا في دارنا ما نعملوا غير بكبوكه برك، هذا ما كان شويه تاع البصل راه فيها الحروش فيها كل. جبت شويه هاد المعلقه تاع طوماط كونسونطري برك هذا ما كان، وزدت شويه تاع فلفل احمر اللي يكون شويه حار، يعني درت الحار باسكو الحار يجي فيها مليح، ومرقت وقفلت عليها الطيب. هنا ما ننساوش نبيكيوها باش يدخل لها الطياب ويدخل لها الحروج بيان سور. وكانت هذه النتيجه النهائيه. نتمنى تكون نالت اعجابكم. شاركوها وخليوا لي ارائكم، ولكم مع وصفه اخرى باذن الله.